سلام للجميع. اليوم كان حيكون درس صوت وصورة حتى يكون الدرس أسهل للكل للجميع. الدرس حيكون هو كيف نصنع صورة متحركة أو قلب متحرك بالفوتوشوب. أول شي بندخل الصورة الموجودة بالدرس، هيدي الصورة. أول خطوة هي بدنا نشيل هيدا القفل الموجود على الصورة. نضغط مرتين على الصورة، نضغط موافق، بيروح القفل. نختار هيدي الأداة، نضغط على اللون الأبيض أو على الخلفية للصورة، نضغط على الكيبورد كنترول اكس او ديليت. هيدي الخطوة الأولى انتهينا منها. نروح على الخطوة الثانية وهي نكرر الصورة. نضغط على الكيبورد كنترول جي، نضغط هون على الصورة الأولى، نضغط على الكيبورد كمان كنترول تي. بنلاحظ انه هون على الكادر في هيدي العلامات اللي هي بس اسحبها بتصغر او بتكبر الصورة. بنصغر القلب شوي عن القلب الأول. هلا بننتقل الى الايمج ريدي. الخطوة الثالثة هي الانتقال الى الايمج ريدي. نضغط على هذا المفتاح، هو بحولنا على الايمج ريدي، ادوب ايمج ريدي. نضغط على الصورة الاولى، بنلاحظ هون انه الصورتين مبينين، الصورتين واضحين. لو ضغطنا هون ما حيتحرك شيء. نضغط على الصورة الاولى، بنشيل العين عن الصورة الثانية، بنلاحظ هون انه الصورة الثانية راحت. نضغط على الصورة الثانية وبنشيل العين عن الصورة الأولى وبنحطها على الصورة الثانية. بنضغط هون عشان نشوف سرعة الصورة، نختار نصف ثانية لكل صورة، نصف ثانية. ونضغط هون نختار إلى الأبد. يلي عنده مرة واحدة لا، لأنه ضغطنا مرة واحدة وكبسنا هون جربنا وقفت. نضغط إلى الأبد. وهي بكون انتهينا من الدرس. هاي بدنا نحفظ الصورة كصورة جيف. نضغط على ملف أو فايل، في هون حفظ باسم، حفظ المحسن، حفظ المحسن باسم. نضغط على حفظ المحسن باسم، بنحفظ الصورة. بنلاحظ هون ان الصورة جيف متحرك. سيف. ندخل على مكان تحفيظنا للصورة. هيدي الصورة نضغط عليها بنشوفها. هيك تمام نكون انتهينا من الدرس. درس مقدم لعشاق سوريا الأسد، منتدى عشاق سوريا الأسد www.surialasad.com.